بعد حلقتي عن دكتور طه حسين عميد الأدب العربي، في متابعين كتير سألوني هل دكتور طه حسين اعتنق المسيحية قبل وفاته أم لا؟ هجاوبكم على السؤال ده. دكتور طه حسين توفى يوم الأحد 28 أكتوبر 1973 ميلادية، وفي الشهور الأخيرة من حياته قام بانتقاد الإسلام وشن هجوم شديد على الديانة الإسلامية، وخاصة على الآيات القرآنية التي تحث على قتل الكافر وتقطيع الأيدي والأرجل، وعلى الفكر الإسلامي بصورة عامة، وعلى أخلاق حتى معتنق الديانة الإسلامية، وشن برضه هجوم لاذع على الجنة الإسلامية. كل ده قاله في قصيدته الأخيرة قبل وفاته، وكان عنوانها كنت أعبد شيطانا. هقول لكم في آخر الحلقة بعض الأبيات من هذه القصيدة، وسأترك لكم القصيدة كاملة في أول تعليق. ولقد قال طه حسين في إحدى لقاءاته: لو كنت أرى لعدلت في القرآن بيدي. كلام صعب طبعا. ولمح أيضا طه حسين في كتابه الشهير الشعر الجاهلي أن الرسول أتى بالقرآن من عنده وليس عن طريق وحي. ولقد أكد مصطفى الرافعي هذا التلميح، بل شكك طه حسين في كل القصص القرآنية وقال بالحرف: ليس لأنها جاءت في القرآن يجب أن تكون صحيحة، بل يجب دراسة هذه النصوص والتأكد من صحتها أولا. وشكك طه حسين أيضا في الوجود التاريخي لإسماعيل وإبراهيم حسب النص القرآني، وقال إن ذكرهم في القرآن ليس دليل كافي على وجودهما بالفعل. وكان يتهم دائما القرآن بأن نصوصه مفككة، ودائما الفكرة غير مكتملة وناقصة. بل قام بالتلميح في إحدى ندواته أيضا إلى إمكانية كتابة شيء مشابه للقرآن، ولكن كان يرى استحالة كتاب شيء مشابه للإنجيل لغزارة المعلومات في النص الإنجيلي. دايما كلامه كان بيبقى فيه جزء من التلميح، يعني هو كان برضو كان انتوا عارفين طه حسين كان ذكي جدا، كان بيلمح للشيء بطريقة ان طبعا انتوا عارفين هو اصلا كانوا بيكفروه هو عايش، فكان عنده اسلوب تلميحي بيوصل المعنى اللي عايزه. وذكر الأستاذ فريد شحاتة سكرتير طه حسين أنه اعتنق المسيحية وتعمد في كنيسة صغيرة في قرية فرنسية. وأخيرا أفصحت زوجته الفرنسية سوزان أن طه حسين ترك الإسلام واعتنق المسيحية، ومن أشهر مؤلفاته التي كان يهاجم عليها هي قصيدة كنت أعبد شيطانا. هقول لكم بعض الأبيات دلوقتي منها، وهسيب لكم القصيدة كاملة في الحلقة بحيث ان اللي عايز يقراها. يعني انا هاخد بعض الابيات. يعني هو ابتدأ القصيدة بقوله: كنت اظن انك المضل وانك تهدي من تشاء، جبار البأس تكن للناس مكرا ودهاء، تقطع ايادي السارقين وترجم اجساد النساء، تقيم بالسيف عدلا تقيم بالسيف عدلا فعدلك في سفك الدماء، فيا خالق القاتلين قل لي أين هو إله الضعفاء، لو كنت خالق الكل ما حرمت بعضهم البقاء. يعني هو الآيات مش آيات دي ده شعر كتير، أبيات كتير. وبعد كده بيقول مثلا: هل جنتك كفاح وصياح وإلاج دون انسناء، تجدد الحور السيب بكرا وأنت من تقوم بالرفاء، هل كنت أعبد قوادا يلهو في عقول الأغبياء، أم كنت أعبد شيطانا أرسل إلينا بخاتم الأنبياء. الجزء الأخير ده هو اللي بيتحكم فيه من الجنة الإسلامية، على بيصور الإله وهو بيرفق الأبكار، يعني البكر، وترجع بكر مرة أخرى بعد عملية العلاج. يعني قصيدة صعبة. أنا هسيب لكم القصيدة كاملة وأنتوا تقروها، واعتقد كده انا قدرت اجاوب لكم على السؤال اللي انتوا كنتوا بعتوه ليا.